كان صعيب عليا نتوقع أن الإصابة ديال عبد الصمد الزلزولي هي أخطر خسارة ممكن يتعرض لها المنتخب المغربي، وبنسبة كبيرة ما غاديش يكون حاضر مع المنتخب في المونديال. كيفاش البلان؟ عبد الصمد الزلزولي نقدروا نقولوا عليه من بين أخطر اللاعبين ديال المنتخب في الهجوم. تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة بالماتش الودي ضد النرويج. الفحوصات الأولية كتقول الغياب ديالو غيقدر يوصل حتى ل4 أسابيع، ولكن المشكل هو أن الإصابة جات قبل من المونديال بفترة قصيرة، وهذا الشيء خلى الضغط يزيد على الطاقم التقني، حيت قبل الزلزولي المنتخب اصلا عنده اصابات اخرى بحال مزراوي، شمس الدين طالبي والنيف اكرد، واللي مازال ما واجدينش 100%. السؤال اللي كيدور دابا، واش الزلزولي غيبقى مع اسود الاطلس ولا غيتعوض؟ الفيفا واضحه في هذا البلان، مسموح تبدل اللاعب في القائمه النهائيه قبل 24 ساعه من اول ماتش، بشرط تكون وثائق طبيه كتثبت خطوره الاصابه. ودابا الخيارات قدام وهبي واضحه. الخيار الاول هو امين عدلي اللي ديجا واجد باش يعوضه، ولكن كاينين احتمالات بحال بوفالو السباعي على حساب الجاهزيه ديالهم. في نظركم واش غياب الزلزولي غادي ياثر على المنتخب المغربي؟ وشكون هو اللاعب اللي يقدر يعوضه في المونديال؟ قولوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. وإلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي في اللو باش يوصلك ديما البلان.